هنعمل النهارده طبق صحي وخفيف وسهل جدا، مش هياخد منكم اي وقت. هنعمل بتنجان باللحمه المفرومه بطريقه بسيطه جدا وخفيفه وصحيه. استخدمت البتنجان اللي هو الكبير، قطعته بالطول كده نصين حسب العدد اللي انتوا عايزينه، وبعدين قطعته زي مربعات كده من جوه بس ما بيدخلش لتحت قوي، وبعد كده رشيته برشه من الملح. هنجيب صينيه نحط فيها ورق زبده، والخليط اللي عندنا هيكون معلقتين كبار من الزيت وعليهم نص معلقه صغيره من الملح، ورشه من الفلفل الاسود ونص معلقه صغيره من البابريكا، بتدي لون حلو جدا. وده كل الزيت اللي هنستخدمه كماده دهنيه في الوصفه كلها، عشان كده بقول لكم هتبقى صحيه وخفيفه. اللي هندهن بقى البتنجان اللي عندنا من ناحيتين، متنسوش تعملوا شير، ولو مش مشتركين في القناه تشتركوا فيها. بعد كده هنكون مسخنين بقى الفرن على درجه حراره 190. هندخل البتنجان تقريبا بياخد على اول ناحيه ربع ساعه ل 20 دقيقه على حسب سمك البتنجان، وبعد كده هنفتح الفرن ونقلبه الناحيه التانية لما تلاقوه اللي هو لونه بدأ يتغير. بياخد تقريبا كمان ربع ساعه، يعني كله على بعضه ممكن ياخد من 30 ل 40 دقيقه حسب حجم البتنجان وسمك البتنجان اللي عندنا. هنطلعه وهو سخن كده، هنهرس البتنجان من جوه من القلب بتاعه عشان نقدر نحط فيه اللحمه المفرومه، بس هرسه خفيفه كده. انا استخدمت هنا ربع كيلو من اللحمه المفرومه متعصجه، زي فيديو البطاطس بالظبط، هسيب لكم اللينك تحت الفيديو، اللي هي اللحمه المفرومه متعصجه مع عصير طماطم. هنحشي بقى التجويف اللي عندنا. واستخدمت خليط من الجبنه الموتزاريلا والشيدر فوق الوش، بس مش لازم تحطوا كميه كبيره. انا ما حطيتش كميه كبيره عشان ما يغطيش على طعم اللحمه، وكمان يبقى طبق صحي اكتر. خدت بقى كوبايه الا ربع من عصير طماطم مركز، او لو انتوا حابين تسبكوا الطماطم على النار الاول، بس انا استخدمت اللي هو المركز عشان ما احتاجتش ان انا اسبكه على النار، هو جاهز على طول. خففته بشويه ميه وحطيت ملح وفلفل اسود. انا بقى هنا اكتفيت بكده، ما ضفتش زيت، لكن هو المفروض تضيفوا زيت، ربع كوبايه زيت، علشان دي اللي بتخليه قوامها كده زي المسقعه كده، اللي هو الصوص كده تلاقوه كده في فاصل كده ومستبك كده وحلو، بس انا عملتها خفيفه عشان تبقى صحيه اكتر. وحطيت بقى اللحمه المفرومه اللي اتبقت عليها، ودول قرنين فلفل نسيت احطهم، الفلفل حامي والطماطم، دخلها على فرن درجه حراره 190 لغايه ما تاخد لون، لان كل حاجه مستويه. تحفه جدا، هتعجبكم بقى. وزينتها بشويه بقدونس، وقدمتها مع شويه رز ابيض بالشعريه، ممكن مع عيش، ممكن مع سلطه. هتعجبكم جدا وخفيفه وما استخدمش اي مواد دهنيه. ما تنسوش بقى لو انتوا اول مره تتفرجوا على القناه تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. نشوفكم في فيديو جديد.